جيتي البسطيله وكتبان لك صعيبه ونوض يلا نحيدو العكز وتجربيها وتشوفي. هنا عندي صدر ديال الدجاج مقطع طرف رقاق كما كتشوفوا. عندي المعدنوس مقطع والقزبور تا هو مقطع، المعدنوس غالب على القزبور. عندي شويه ديال الابزار، عندي شويه ديال سكينجبير. الكميه ديال الدجاج كتبقى على حسب اختياركم وعلى حسب عدد الاشخاص اللي عندكم. شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الطامن ديال هذه الطامن ديال الزعفران الحر، شويه ديال الملحه، قرفه بلديه ولا قرفه عواد، اي قرفه عندكم ديروها ما كاين حتى مشكل. شويه ديال الزيت وغادي ندير شويه ديال المسكه الحره. اللي كيبغي السمن ممكن يزيد واحد الراس ديال معلقه السمن، ما يكونش داك السمن الحار، غير بنينه يعطي المذاق وصافي. عندي هنا واحد جوج بصلات اللي كبار شويه مشلضين، حمراء انا ندير درت حمراء وصفراء، ديروا نتوما اللي بغيتو. صافي غادي نخلطوا كلشي وغادي نردوهم فوق البوطه يطيبوا. نخليهم يطيبوا على عافيه مهيله حتى ديك البصيله تطلق المياه ديالها وتجيني يعني واقفه. غادي تطلق الماء وغادي يطيب داك الدجاج. انا ما غنزيدش الماء، غادي نبقى كنحرك وكنخليها كما قلت لكم، غير ديك البصله هي اللي غادي طيب لنا داك الماء ديالها، هو اللي غيطيب لنا داك الدجاج وتجي واقفه ان شاء الله. انا درتها فوق البوطه كما كتشوفوا، وخديت 350 غرام ديال اللوز. خذوا اي كميه عندكم كيبقى لكم اختيار. انا درت له شويه ديال الماء طايب ورديته فوق البوطه غير طلع له ديك الغليه الاولى صافي، وغادي نطفي عليه وغادي نفسخو. اللوز راه غسلته من قبل البنات، غادي نفسخو وغادي نشفو انا عرفتي في البلاصه، يعني انا ما كنخليهش يبات، ما كنفسخوش ونخليه يبات لغد ليه ولا ساعه وساعتين خصو ينشف في البلاصه، حيت ما كنقليهش في الزيت. كنشفو بواحد الصوبالين وكندهن له شويه زيت وكنديرو في الاير فراير. والله يا البنات الا رحمه هاد الاير فراير، انا بعدا راه رحمه. هاد الخطره نشارك معكم كاع داكشي اللي كندير فيها، راه ما يمكنش. صافي غير شعلتها على 150 درجه ويعني هي كتبغيك تكوني مقابلاها، تكوني حداها، وكل مره تحركي داكشي اللي درتي فيها. شنو ما درتي خضره ولا اي حاجه صافي. ونرجعوا دابا للوصفه ديالو. انا بعد ما طاب الدجاج لاله حيدنا دوك العبيدات ديال القرفه. الا كنتو درتو المعدنوس مربط اولا القزبر مربط غادي تحيدوه في هذه المرحله. صافي انا بديت كنقي، كنحيد داك الدجاج ونخليه غير البصيله اللي غادي نخلي. زدت هنايا شويه ديال السكر، الحلاوه كتبقى على حسب الاختيار. انا درت تقريبا شي 2 معالق كبار ديال السكر كما كتشوفوا. نزيد شويه ديال القرفه والزبده. الزبده تقريبا حتى هي واحد 2 معالق كبار بحال داك القياس بحال هكا. صافي غادي نردها فوق البوطه نخلي ديك البصيله حتى تعسل وتوقف. اللوز ديالي بعد ما تحمر شتو كيجي اللون ذهبي وطايب مقرمش. بعد ما تعسلت ليا البصيله كنزيد ليها داك السكر ديال زهره ديال الزهر وصافي، زهره البرتقال. عندي هنا 4 البيضات اللي طربتهم ونقصت منهم البيض، واحد شويه ديال البيض البيض خليته باش نلصق به الورق. تقريبا نقولوا درت 3 ديال البيضات كاملين ووحده غير الصفر. صافي انا كنحرك باش ما تلصق لياش تيطيب داك البيض، يطيب كامل وينسجم مع ديك لاصوص كما كتشوفوا هكا في الفيديو. بعد ما طاب غادي ديروه في شي كسكاس ولا في صفايه ولا في شبكه ولا في اي حاجه عندكم باش يقطر، يتحيد منه كاع داك الماء وداك الزيت وداك الشيء كامل اللي فيه باش تجي ناشف. الا بقاتنا الماء غادي تطرطق لنا الورق. صافي هنا عندي اللوز بعد ما برتي شويه غادي نزيد عليه السكر، غنزيد عليه القرفه وغنزيد عليه هذا المسكه الحر، واحد 2 حبات ديال المسكه الحر هكا، وغادي نطحنو. هانتوما كما كتشوفوا فوالا 2 حبات ديال المسكه الحره وغادي نطحنو، ولكن ما غاديش نطحنو بزاف، غادي نخليه مهرمش، غير مهرمش، ما غيتطحن، ما يكونش غليظ لا وما يكونش رقيق عاوتاني بودر، ما غاديش يجي زوين، يكون مهرمش يكون مزيان.
فوالا البنات كما كتشوفوا هنا كما وريتكم هكا بركه. هذا هو القياس وهذا هو الحد ديالو. هنا خديت هاد ملصوقه وراق في دو بريك ولا هذا. المهم خذوا اللي بغيتو زعما لالاهم الزوينه اللي كتجي في البسطيله واعره هي لا بات فيلو كتجي شي حاجه دو لوكس، ولكن هذه منين عندي خدمت بيها. هنا هذاك الشيء اللي شاط واللي تصفى ليا من ديك المريقه زدتو على داك اللوز البنات، خلطت بداك اللوز باش يجيني معلك. خديت لاطا ديالي اللي غادي نمونطي فيها البسطيله، وخديت زلافه درت فيها الزيت العاديه النباتيه وزلافه اللي فيها هذاك الابيض ديال البيض. هنا غادي ندهن دوك الورقه. هاد الورقه كتبغي بزاف ديال الزيت البنات باش تجي مقرمشه وما تجيش لاويه وما تيبش وتطلع للسما. ديروا لها الزيت دهنوها مزيان صافي. وغادي نبقى منين دهنتهم كاملين كما كتشوفوا دهنتهم عندنا نبدا غادي نمونطي. ملي كندهن بالزيت كنلصق بالبيض البيض، كندهن وكنزيد البيض البيض. هذيك الزلافه البيضه الصغيره فيها بيض البيض دهنوا ولصقوا. اما الا كانت لاباط فيلو راه ما كتحتاجوش البيض البيض نهائيا، هي كتسدي راسها براسها. يعني غير ديروا لها الزبده تكون مزيانه ما فيهاش الماء وهذا كتجي واعره صافي. بعد ما كملت هذوك الورقات اللي فرشت لتحت كاملين دهنتهم بالزيت دهنتهم بيض البيض. هنا درت اللوز هو الاول، التفريشه الاولى درتها ديال اللوز هانتوما كما كتشوفوا. ونحاولوا نقادو باش يجيني قياس واحد، مقاد في الجناب واصل الجناب واصل كل شيء، ماشي جهه فيها بزاف جهه فيها شويه، لا يجي داكشي مقاد. فوق منه غادي ندير الحشوه ديال البيض. هادشي جات بنينه يا البنات والله العظيم جات فنه. غادي حتى هي غادي نقادوها ونوصلوها للجناب ونقادوها تجي قياس واحد، ما تجيش جهه فيها عامره وجهه خاويه. ومن بعد الدجاج اللي فرتته واخا كان صغير غير تقطعته شي شويه هكا وتا هو باغي غادي نحاولوا نقادوه. كميه ديال الدجاج البنات كتبقى على حسابكم، داكشي اللي عندكم ديروه صافي. وهنا غادي نبدا كنرد دوك الورقات ديالي وباغي بحال المره الاولى الزيت والبيض ضروري 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 مؤكد انكم تلصقوها، سينو الا ما درتو لهاش هكا سورتو البيضه البنات غادي تطلع هادي غير كتقيسها الحراره كتهز غادي بحال كتقشر كتهز كامله غادي تفرست ليكم وتولي حالتها. اللهم لصقوها. فوالا رديتها كامله. وهنا غادي نبدا كنغطي بالاخرين هادوك اللي بقاو ليا حتى هما باغي غندهن بالزيت وغادي نبقى كندهن بالبيض وغادي نغطي بهم وبحال تلمطوا بهم الجنيبات وتلمطوا بها وتجي مقاده. فوالا هي شويه صعيبه هذه في الخدمه ديالها الصراحه، تجي في البريوه تجي حسن هكا في البسطيله كتعذب. صافي بعد ما غنكمل المونتاج ديالها غادي غادي ندخلها للفران اللي كنت مسخناه قبل. شعلته في 180 وخليته سخون، غير حشيتها رديته في 160 وخليتها على خاطرها تتحمرات فوق ولتحت. انا درتها الوسط، شعلت الفران الفوق ولتحت ودرتها الوسط وخليتها حتى تحمرات على خاطرها 160 درجه. ها هي البنات كما كتشوفوا. دابا غادي نقلبها في البلاطو ديالي باش نزينها. وهادوك دوك الورقات اللي شفتوا اللي جاو شويه يابسين جاو مفرتين يخسروا لي الديكور يخسروا المنظر حيدتهم. انا خديت السيرو ديغابل نديروا العسل ديروا اللي بغيتو هنا حيت عندي وندهن به زوقوا كيف ما بغيتو. انا قال لي راسي ندير هاد الزواقه وصافي. ديروا اشكال دائري ديروا اشكال مربع مثلث معين نصف دائره هذا كيبقى لكم اختيار. زوقوا باش ما بغيتو، غير بسكر كلاصي والقرفه كافيين. زوقوا باللوز زوقوا بالبيض زوقوا ببريواز زوقوا باش ما بغيتو زوقوا. انا درت هكا كما كتشوفوا. وهنايا كنزوق بسكر كلاصي
من الاحسن ما تزوقوهاش حتى تكون بردات شويه، لحقاش الا زوقتوها وهي سخونه يلا خارجه من الفران داك السكر كلاصه غادي يذوب كامل. اللهم خليوها تبرد، خدموها شويه واحد ساعه ولا خرجوها من الفران قبل ما تاكلوها، ومن بعد ملي تبغيو تاكلوها عاد زينوا باش تبقى المنظر ديالها شاد والزواق ديالها شادين. صافي هنايا كملت الزواق بالقرفه، ونخليكم مع الفيديو بلا ما نقوي عليكم الهضره. نتمنى ان شاء الله بسطيله تجيكم سهله وتجربوها وتنجح معاكم، وتيقوني حتى في المذاق راه جات واعره بشهاده الجميع. ونتلاقى ان شاء الله في وصفات جديده، ونقول لكم السلام عليكم.